اسباب، شوف انا المناطق السلايدز اللي فاتت، يعني بزنس تشالنجز اربع عملت قدرت اختصرها في اربعه، اندرستاندينج اللايف سايكل في ثلاثه، الحاجات بسيطه، بده انا ما قدرتش اختصرها الواي بزنس داي، لان اسباب الديث بتاع البيزنس كبيره جدا جدا. معظمها هو انت الاونر، لان انا بكلم اونر، بكلم هو اللي في ايده كل حاجه. اذا انت فاهم كويس بتعمل ايه، هتقدر تحمي البيزنس بتاعك. اذا مش فاهم او انت حاسس نفسك مش فاهم نقطه معينه، ينصح طبعا جدا انك انت يقول لك if you don't have the know how buy the know how او pay for the know how. جيب حد معاك يقدر يساعدك فيه. ignoring customer feedback من الحاجات اللي طبعا اللي هي لازم ناخد بالنا منها. كل كاستمر فيدباك complain is a gift. زي ما بيقولوا complain is a gift. كل كومبلين بيقولها الكاستمر او كل فيدباك هي جيفت بالنسبه لنا، اما تخلينا ان احنا نزود بيزنس اكتر، يا اما تخلينا ان احنا نحمي البيزنس بتاعنا من اكسبكتد كيلر ايا كان هو. ريفيوزنج تو ادابت مع التكنولوجي، طبعا المثال كلنا عارفينه، مثال نوكيا طبعا. وقفت ادابت مع التكنولوجي والماركت ترندز عشان تقدر تسرفايف. الاوت سبيندنج كابيتال اون فانيتي جروث، الفانيتي اللي على المظاهر، ان انا اخد مكتب 5 ستارز وجروث 5 ستارز، واجيب عربياتي بقى كلها مرسيدس، واحط موظفين اديهم رواتب عاليه جدا، واجي في الاخر ابص الاقي عندي بيرن ريت مش طبيعي، والاخر بخسر واقفل. لاك اوف اوبريشنال ديسيبلين، مفيش ديسيبلين في الاوبريشن، مفيش ريسبكت ابدا الاوبريشن، ولا ستاندر سموها اي سي او بي، ستاندر اوبريشنال بروسيس. مفيش خالص. انا عشان انا شاطر في البيزنس وماسك كل حاجه في ايدي، فانا بعمل كل حاجه. ده أنا بيعمل طبعا، بيعمل بريشر رهيب عليا، بيخليني انا اثر، بيخلي الناس كلها محتاجاني في كل مكان. طبعا ده واحد من البيزنس كيلرز. ignoring competition من اهم الحاجات اللي موجوده في السوق. عاوز اقول لكم على حاجه كمان، الكومبيتيشن هي لو خدت الجانب الايجابي بتاعها اتس جيفت. كومبيتيشن از جيفت. يعني انت لو لما يفتح كونسبت جديد، تعرفوا لما بنعمل لونش لاي برودكت احنا بنقيسه على حاجه اسمها انسوف ماتريكس. انسوف ماتريكس هي هل البرودكت جديد. البرودكت لو هو جديد من الماركت بتاعه اللي موجود، هل هو ماركت قديم ولا ماركت جديد؟ هو برودكت جديد في ماركت جديد، ولا برودكت جديد في ماركت قديم، ولا هو برودكت قديم في ماركت جديد، ولا برودكت قديم في ماركت جديد؟ الحاجات دي مهمه طبعا. انا بنصحكم طبعا كلكم بلا استثناء تقروا وتدرسوا انسوف ماتريكس. هتخليك تقدر تدخل الماركت او تبدا البروجكت بتاعك بتاكتكس، وتوفر على نفسك فلوس كتير قوي. لان مثلا انت لو دخلت برودكت جديد او قديم في ماركت جديد، لسه ماركت جديد لسه، فساعتها انت المفروض ما تصرفش على البرودكت بتاعك ماركتنج، لان الناس ما عندهاش فكره عن السوق، مش موجود. فبتصرف كل فلوسك انك تخلق سوق. الكومبيتيشن في الوقت ده كويسه جدا، انها بتعمل لك جروث للسوق، فبتزود مبيعاتك. يعني كان في شركه، اول شركه عملت معجون اسنان بدون ذكر اسمها كمان، يعني عشان حقوق الملكيات. لما نزلت السوق كانت بتبيع باكس. لما الشركه الثانيه عجبها البروجكت دوت او الكونسيبت ده، ما كانش في حاجه اسمها معجون اسنان اصلا، الناس كانت بتستخدم مسواك واعشاب وحاجات كده. اول بيست نزل، عملوا بيست وكمان نزلوا السوق، بقى الاثنين بيعملوا دعايه عن ازاي الاسنان بتبقى نظيفه، ازاي الهايجين، كلام من ده، فالاثنين حصل لهم جروث. فلازم احنا وشود نوت اجنور الكومبيتيشن اللي موجوده في السوق. لازم كمان الرايفلز او المنافسين اللي في السوق، لازم ننتبه كويس جدا، وممكن يغيروا لنا الاستراتيجي بتاعتنا. وطبعا لازم احنا نكون حذرين كمان، وعارفين الفاليو بتاعتنا جدا من ناحيه البرايس والبرودكتس بتاعتنا. هل البرودكت بتاعنا ده هو برودكت الاستيك ولا انا الاستيك؟ اللي هو الفرق بين الاثنين على السريع. الالاستيك اللي هو بتاثر بالاوفرات، وكل ما تعمل عليه اوفر اكتر اوفر كم. طب انا افضل اعمل اوفرز لحد امتى؟ طب انا عشان الكومبيتيتور هيخسروني هفضل اخسر واعمل بليدنج لحد امتى؟ ولا انا اقدر اظبط البرودكت بتاعي، اغير الباكجينج، اشوف افكار من الناس اللي هم اللي بيفهموا جدا في الاستراتيجي، بيفهموا في الكومبيتيشن الهاندلنج الرايفلز والامور دي كلها، يقدروا يساعدوني، ولا انا هبقى انا كده وخلاص؟ البور كاستمر ريتنشن طبعا ده مهم جدا، لانك انت لازم طالما انت دفعت على السي اي سي او الكاستمر اكوزيشن كوست، دفعنا عليها فلوس وكلفتنا مجهود وكلفتنا حاجات كتير جدا، وقت ومجهود وفلوس. فلازم ناخد احنا نماكسمايز ال تي في طبعا، الريشيو الستاندرد بتاعتها يكون 3 لواحد بس. طبعا في شركات بتعمل اكتر من كده بكتير يعني. البور كاستمر كانها سكيلينج تو فاست، ده مهم جدا. انا عملت مشروع النهارده، ربنا اكرمني وخدت فلوس كتير والدنيا بقت حلوه قوي. طب خلاص، طب اكمل. انا قبل ما اعمل اي سكيلينج لازم اضمن ان السيستم بتاعي ستيبل.
السيستم بتاعي ستيبل، عندي ستيدي دخل وعندي ستيدي كاستمرز، عندي كاستمر ثابتين، انا عندي كونتراكتس مع كاستمر معينين، دخلي ثابت، بقدر اعمل سكيلينج وهو محسوب. كالكوليت سكيلينج. السكيلينج ممكن اول مش تعمل سكيلينج ابدا، لا سكيلينج في عدد الموظفين، ولا سكيلينج في البرودكتس اكوزيشن حتى، ولا سكيلينج في الماركتنج، ولا سكيلينج في اي شيء بدون فلوس. والفلوس هي المحرك الرئيسي والدينامو للشركه. الاوفر ديبندنس اون وان كاستمر دي طبعا خطيره. زي ما كان عندك ده من الحاجات البيزنس ترابس. خلاص ممكن على فكره نعمل محاضره تانية اسمها بيزنس ترابس، حاجات اللي بتعمل لك زي الفخ في البيزنس، الناس كتير بتقع فيه. انك انت يكون عندك عميل كبير، عميل كبير بيدخل لك فلوس كويسه، فتقدر انت خلاص انا العميل ده بالنسبه لي انا هكبر خلاص معاه وهفولفيل كل الريكويرمنتس بتاعته، فاقعد اعمل اكبر الشركه عدد موظفين تسيرف العميل الواحد، واخد له مخازن تسيرف العميل الواحد، واشتغل الماركتنج للعميل الواحد دوت، وعين عدد كبير جدا موظفين. في الاخر خالص الاقي نفسي بكسب نسبه قليله جدا، واول ما العميل يخسر عندي حقوق وعندي رواتب موظفين وعندي ايجارات وعندي كتير جدا، طبعا ده خساره طبعا. I have to be aware.